في طريقتين دول اللي هم الجنرال ايديز للبرومبت انجينيرنج، وده اللي هنتكلم عنه اكتر دلوقتي. المودلز العاديه او الجنرال بيربس مودلز، وبالمناسبه انا مش عايز الناس تبص الجنرال بيربس مودلز او المودلز العاديه دي انها اقل من الثينكينج مودلز. هي مش اقل، هي كل ما فيها ان ده ليها هدف او ده ليه استخدام وده ليه استخدام. طيب الجنرال بيربس مودلز اشطر في ايه؟ اكشولي في الكتابه. يعني الثينكينج مودلز مش اشطر حاجه في الكتابه خالص، مش كواليتي بتاعتها ان هي تطلع كونتنت مكتوب بكواليتي عاليه. هي اشطر في التفكير. يعني ايه في التفكير؟ يعني في التاسكات المتعلقه بالاستراتيجي. لو انا عايز اطلع استراتيجي مثلا، لو انا عايز انالايز داتا، لو هكود، لو هعمل حاجه متطلبه ان لو انا هشتغل مع اكسبرت اقول له يفكر، عايزك تفكر قبل ما ترد عليا، فانا الثينكينج مودلز الكواليتي بتاعتها هتديني نتيجه افضل. او حل مشكله، يعني او حل مشكله، يعني عندك بالزبط. مشكله مواجهاك، يعني هو متخصص في بروبلم سولفنج، سواء بقى ماس كودنج، اي مشكله في اي حاجه من دول او فيها تفكير زي ما نور قال بالظبط. لكن لو بنتكلم على الكونتنت كرييشن، على الكونتنت جنريشن، على الايميل ماركتنج، على الحاجات اللي هي انت بتبص لكواليتي الكتابه، بتبص للستايل بتاع الكتابه، للفويس والتون، لانه بيقلد معرفش ايه الكلام ده، لا جنرال بيربس مودلز ما زالت افضل. اوكي. طيب ازاي بشكل عام قوي نبرومبت انجينير جنرال بيربس موديل او موديل عادي؟ في فريم وركس كتير جدا. اتفضل. في فريم وركس كتير جدا للبرومبت انجينيرنج، وانا مش عايزكم تاخدوا يعني اللي انا هقوله لكم دلوقتي ده مش قانون، يعني مش حفظ، يعني هو حاجه ترتب تفكيرك بعد ما انت فهمت دلوقتي المودلز دي بتشتغل ازاي، علشان تساعدك ان انت تتعامل معاه بشكل افضل. وكل ما بتدي له كونتكست او سياق اكتر، كل ما كانت النتيجه اللي هتطلع لك من اول مره افضل. طيب ايه رايزن؟ رايزن دي اختصار لكلمه رول انستراكشنز. انا هشرح كل واحده من دول، انا بس هقولها سريعا وبعدين اشرحها. رولز، انستراكشنز، ستيبس، اند جول، ناروينج. طيب ايه الخمسه صح؟ 1 2 3 4 5 حاجات. اتفضل. باي ذا واي الناس اللي عايزه برزنتيشن هتنزل روك. لا هبعتها لكم، ولو في حاجه مش موجوده جوه البرزنتيشن هقول لكم، لو عايزين تكتبوها اكتبوا. طيب رايزن دي او الكونسبت او ايه هي الحاجات اللي انت لازم، ومش لازم بالترتيب ده، هي مهم دي الحاجات اللي انت تقولها للموديل. اوكي. اول حاجه الرول او الرول بيزد برومبتنج، دي حاجه مشهوره جدا وبروبابلي اغلبكم يعرفها، اللي هو ان انت تقول له اكت از مش عارف ايه او اشتغل ككذا. بالمناسبه عشان لو حد بيعمل الغلطه دي ما يعملهاش، ما تكلموش بالعربي. حتى لو انت عايز نتيجه بالعربي ما تكلموش بالعربي، كلمه بالانجليزي، ولما توصل للنتيجه النهائيه قول له ترجمها لي. لكن الانفرنسنج بالعربي في المودلز الكبيره ما زال مش احسن حاجه للاسف. او ممكن تسهل على نفسك برضو، سوري، اكتب بالعربي وقول له ترجم لي ده، وبعد كده خد بالانجليزي او اعكسها. بس ان انت تدي له الاوامر بالعربي ما بيطلعش احسن نتيجه عاده. طيب الرول ان انت تقول له اكت از او اشتغل ك، انا عايزك تشتغل ك اكسبرت كونتنت كريتور. بس لما تيجي تتعامل، انت عايز تسال على حاجه؟ حسيتك رفعت ايدك. ماشي خلاص تمام. ماشي. لو عايز الرول، اهم حاجه فيها او اهم حاجتين فيه ان انت تحاول تخلي الرول واضح بشكل كبير. يعني ايه واضح؟ يعني مثلا بدل ما تقول له انا عايزك تاكت از فاينانشال اناليست مثلا، محلل مالي، تقول له لا مثلا از فينرا دي شهاده مشهوره، فينرا سيرتيفايد فاينانشال اناليست. فانت هنا اديته رول قوي، بدل ما تقول له انا عايزك كونتنت كريتور، لا انا عايزك مثلا 10 years experience كونتنت كريتور. وفي كونتنت كريشن حاول تحدد التايب بتاع الكونتنت كريشن كمان. بالزبط. يعني هو كونتنت كريشن للسوشيال ميديا مثلا بتفرق او في السوشيال ميديا مثلا، تقول له سبيشالست في المجال الفلاني، او في مثلا في كتابه اللي هي التويتس. يعني انا احيانا عايزك تكتب تويت او عايزك تكتب بوستات لينكد ان، بقول له انت اكسبرت ب 10 سنين اكسبيرينس في كتابه بوستات لينكد ان فايرال تحديدا مثلاً. يعني عشان لازم تحاول تكون فيري سبيسيفيك هنا. دي حاجه اسمها ستيرنج، ان انت بتحرك الموديل لان هو عنده حاجه اسمها الليتنت سبيس او المساحه اللي هو بيتوقع فيها. هو الموديل في الاخر زي ما قلنا كل اللي بيعمله انه بيبريدكت الكلمه الجايه، بيتوقع الكلمه الجايه المفروض تكون ايه، وبيزد على الكلمات الممكنه بيشوف اعلى احتماليه للكلمه الجايه ويختارها لك.
فانت كل ما بتضيق له المساحه اللي بيختار منها كل ما كانت احتمالات انه يطلع لك نتيجه كويسه احسن. فاول حاجه الرول، انك تقول له انت مين، عايز اقفل، لا انا مش عايزك جنرال بيربس، انا عاوزك محترف في المجال الفلاني. لا انا مثلا ليتس سي ان انا عايزه يكتب مقال، انا هقول له ما تقولوش اكتب لي مقال، لا تقول له انا عايزك تفكر في افكار لمقال بيتكلم عن التوبيك الفلاني، وبعد كده تديله خطوات، وبعدين تكتب اوتلاين مناسب للفكره اللي طلعتها في الخطوه الاولانيه، وبعدين تاخد كل اوتلاين وتقسمه ل3 نقط فرعيه، وبعدين تبتدي تكتب اول سيكشن مثلا. فكل ما بتدي له انت انستراكشنز، وده اللي بيفرق المودلز العاديه عن الثينكينج مودلز، ان اسمها انستراكشن بيزد، ان هي بتدي له اوامر هو يمشي عليها. هو في الاخر كده كأن انت جايب انترن عندك في الشركه وبتقول له انا عايزك تعمل الشغلانه الفلانيه، فانت لازم، هو ما يعرفش حاجه، انت لازم تدي له كل الخطوات اللي هو محتاج يمشي عليها علشان يطلع نتيجه كويسه. فانت هتقول له انا عايزك تعمل الخطوه الاولى كذا، الخطوه الثانيه كذا، الخطوه الثالثه كذا، الخطوه الرابعه كذا، وكل ما كنت ديتيلد في الموضوع ده كل ما كانت النتيجه اللي هتطلع لك افضل.